افتتح اليوم المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة فرع مجلس الدولة بمحافظة الغربية، وذلك بحضور عدد لفيف من القيادات القضائية والمسؤولين ووسائل الإعلام. وقد شهد الافتتاح حضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمستشار العسكري لمحافظة الغربية وممثلي إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقدم سيادته التهنئة لمستشاري مجلس الدولة بمناسبة افتتاح الفرع الجديد، وأعرب الوفد المرافق له عن خالص أمنياته بمزيدا من الرقي والتقدم لمجلس الدولة. ذلك اليوم الذي يحظى بمكانة خاصة بين سائر المستشاري وأعضاء مجلس الدولة، نظرا لأنه يأتي بعد مرور 50 عاما على افتتاح أول فرع لمجلس الدولة في محافظة الغربية، حيث شهد العام القضائي 73 افتتاح أول محكمة إدارية وتأديبية بمدينة طنطا، والتي تلاها افتتاح محكمة القضاء الإداري اعتبارا من العام القضائي 93-94. السيدات والسادة حضور الكرام، يأتي افتتاح المقر الجديد لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة الغربية الذي تم إنشاؤه طبقا لأحدث النظم والمعايير المعمول بها في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة نحو إنشاء طرق جديدة للمحاكم ورفع وتطوير المحاكم القائمة بالفعل في مختلف محافظات الجمهورية. وفي سبيل تفعيل هذه الاستراتيجية، فقد تم منذ عام 2014 وحتى تاريخه إنشاء ورفع كفاءة 9 مقرات لمحاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 4 مقرات يجري إنشاؤها ورفع كفاءتها في الوقت الحالي، وهو ما كان له أبلغ الأثر من جانب لتوفير الوقت والجهد للمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة بينهم، ومن جانب آخر في تمكين قضاة مجلس الدولة من أداء رسالتهم السامية في إيصال الحقوق لأصحابها طبقا للقانون. ولعل أنه ما يمكن ذكره في هذا المقام أنه لولا التعاون المثمر والتنسيق البناء بين مجلس الدولة من جانب وبين كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها محافظة الغربية وإدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإني أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في سبيل خروج هذا الصرح القضائي العظيم إلى النور، وليضيف بذلك حصنا جديدا إلى حصول العدالة ومنارة لنشر الحق وإعلاء مبدأ سيادة القانون على كافة ربوع وطننا الغالي. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس الدولة هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهي المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقد، مجلس الدولة. وقد أنشئ المجلس عام 1946 على قرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972. ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تصور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة فضلا عن التعويض عنها. ويتكون من 3 أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع. القضاء هو مقياس الخير في الأمم، وهو معيار العظمة فيها، وهو رأس فخر كل أمة حية وراشدة. تحية تقدير واحترام لقضاء مصر الشامخ بكافة هيئاته. حاتم المصري، قناة الشمس.